طبيعي جدا انك تتخانقي مع جوزك، بس اللي مش طبيعي انك وقت الخناقة تقولي له انت فاكر نفسك راجل؟ انا اللي عملتك، انت لحم كتفك من خيري، انا اللي صرفت عليك، والكلام الجارح ده اللي بيتقال وقت الخناقات. ونفس الكلام للراجل، انت ممكن تتخانق مع مراتك عادي، بس ما ينفعش ان انت تقول لها انت فاكرة نفسك ست. تعالي شوف الستات عاملين ازاي بره. يا جماعة احنا بنسمع وقت الخلافات الزوجية العادية اليومية، بنسمع كلام جارح، كلام مهين زي اللي انا لسه قايلاه. ومشكلة الكلام ده مش بس ان هو بيجرح وبيهين، مشكلته والكارثة الكبيرة فيه انه ما بيتنسيش. الكلام ده يا جماعة ما بيتنسيش. مفيش حد بينسى الجرح، الكلمة اللي بتجرح علم النفس بيقولك صعب قوي ان انت تنساها. احنا ممكن ننسى اي حاجة تانية، انا شخصيا مش فاكرة انا اكلت امبارح ولا عملت ايه، لان انا ما اتحطيتش في موقف اتجرحت فيه. لكن لو مشاعرك اتجرحت قوي ممكن ان الحاجة دي انت ما تنساهاش. فالمشكلة ان انت تخيلي ان انت النهاردة رحتي قلتي لجوزك انت مش راجل، وبعد كده اتصالحتوا. يعني انت قلتي له كده في الخناقه، بعد كده اتصالحتوا زي اي زوجين، رجعتوا لبعض واتصالحتوا. صدقيني مش هتعرفوا تبصوا في وش بعض، لان انتوا ساعة الخناقة قليتوا قوي من بعض، قليتوا قوي من ادابكوا على بعض. مش هتعرفي تبصي في وشه، كل ما تبصي في وشه هتفتكري انه قال عليكي مش ست، وانت كل ما تبصي في وشها هتقول انت مش شايفاني راجل، هو انا مش مالي عينك. مش هتنسوا الكلمة دي. زمان قالوا جرح الكلام اقوى من جرح الحسام اللي هو السيف. صدقوني منطقي جدا ان انتوا تتخانقوا، بس احترموا نفسكوا وخلي بالكم من لسانكوا وانتوا بتتخانقوا. بلاش الكلام الجارح لانه ما بيتنسيش. في كلام بيجرح، في كلام بيوجع، في كلام بيعيش، ما بيتنسيش. مش هتعرفوا تبصوا في وش بعض، مش هتعرفوا تتعاملوا مع بعض تاني. خلي بالكم من كلامكوا، اتخانقوا عادي منطقي جدا، بس خلي بالكم من لسانكوا وانتوا بتتخانقوا عشان ما ترجعوش تندموا. ربنا يسعدكم جميعا.